السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا. النهاردة الحلقة بتاعتنا مختلفة شوية وفيها فكرة جديدة، فيها معلومة جديدة هتفيد ناس كتير، فئة الناس اللي بتسافر كتير وبتحجز طيران وكلام من دون. النهاردة هنتعلم ازاي نحجز تذكرة الطيران بنفسنا بدون الحاجة من ان احنا نروح لأي مكتب حجز طيران. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، تقدر تعملها في دقيقتين من البيت أيا كان بالموبايل بتاعك أو باللابتوب، وكمان مش محتاج فيزا عشان تقدر تحجز. النهارده هنشرح الموضوع بكل بساطة. كل اللي انت محتاجه كود بتاخده من الموقع اللي احنا هنشرحه، بتروح تدفع في اي مكنة فوري سعر التذكرة بتاعتك وبتأكد الحجز في ساعتها. هنشوف كل التفاصيل بتاعتنا النهارده، تابعونا لاخر الحلقة عشان تعرفوا كل التفاصيل. وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان الكلام ده بيدعمنا جدا. يلا بينا على جهاز الكمبيوتر عشان نشوف التفاصيل ازاي. اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من حلقاتنا وشروحاتنا اللي ما بتنتهيش. باذن الله النهارده هيبقى فيديو مفيد جدا للناس اللي بتسافر كتير وبتروح وتيجي، اللي حابب يتعلم ازاي يحجز تذكره طيران بنفسه من البيت او من الموبايل او من اللابتوب عنده بدون ما يكون معاه فيزا. هو هيحجز الرحله بتاعته عادي جدا بكل سهوله، وهيقدر ان هو يدفع تمن التذكرة بتاعته عن طريق فوري. في موقع بيقدم لنا خدمة ان احنا لما بنيجي نحجز الرحلة بتاعتنا بيقول لنا الدفع عايزه عن طريق الفيزا ولا عن طريق فوري. احنا بنختار عن طريق فوري وهنشوف الشرح هيمشي معانا ازاي. الموقع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو اسمه فلاي ان، موقع فلاي ان. هنبدأ كده الشرح بإذن الله مع بعض ونمشي خطوة خطوة ونعرف ازاي نحجز تذكرة الطيران بنفسنا من غير ما يبقى عندنا فيزا بكل سهولة والدفع عن طريق فوري. أول حاجة هندخل على الموقع. اللي مش هيعرف يكتب اسم الموقع هنبحث عادي خالص على جوجل. هنكتب هنا مثلا فلاي ان اهو. نبدأ ندخل على الموقع بتاعنا. يفتح معانا بالشكل ده. يفضل يكون عندك عضوية، تعمل اكونت او تعمل عضوية عليه عشان تسجل دخول، تقدر ان انت تتعامل بالتعامل عليه اسهل شوية. انا مسجل دخول خلاص، انا لسه هسجل دخول اهو. هكتب الايميل بتاعي. تمام كده، بعد ما سجلت دخول هبدأ اخلي اللغة عربي عشان يبقى التعامل بتاعي سهل شوية. واتأكد ان العملة بتاعتي شغالة على الجنيه المصري. تمام كده، ابدأ اخش هنا. هو عندي طيران، بقول له اذا كنت حابب الرحلة بتاعتي ذهاب وعودة ولا ذهاب فقط. انا على فكرة هحجز معاكم دلوقتي حجز حقيقي، يعني انا مش بعمل شرح كده وهمي وخلاص. انا هحجز حجز، في حد فعلا طالب مني ان انا اعمل له حجز. هيبقى من مطار القاهرة للرياض في السعودية. همشي معاكم خطوة خطوة على الحجز، هيبقى حجز حقيقي جدا. همشي معاكم علشان نتعلم كل حاجة خطوة بخطوة، والامر يبقى قدامكم طبيعي عشان الخطوات بتاعتنا باذن الله لما تنجح يبقى احنا متاكدين ان انا ما شرحتش على حاجه وهميه. خلاص اتاكدنا ان احنا على خدمه الطيران مش الفنادق. بنبدا نختار التذكره بتاعتنا ذهاب وعوده ولا ذهاب فقط ولا وجهات متعدده. نبدا نقول له ذهاب فقط، يعني اللي طالب مني التذكره طالبها ذهاب فقط. المغادره بنحددها منين، بنكتب هنا مثلا القاهره، وهيبدأ يعرض عليك يقول لك القاهرة الدولي ولا مطار سفنكس الدولي. نبدأ نقول مطار القاهرة الدولي. المدينة اللي احنا رايحينها نبدأ نقول له الرياض، المملكة العربية السعودية. بعد كده اقول لك التاريخ اللي انت عايز تسافر فيه. هنا عايزين نسافر يوم الاثنين، مسافر واحد. بعد كده بنعمل بحث عن الرحلات المتاحة لينا. يبدأ يبحث لي وبيجيب لي أقل أسعار موجودة
يعني الترتيب بتاعي كده من الأقل للأعلى. عندي أول رحلة هتبقى على طيران ناس، المغادرة من مطار القاهرة لمطار الرياض. مدة الرحلة ساعتين و35 دقيقة. هتتحرك الساعة 10:10 وهتوصل هناك الساعة 1:25. في نبص على الرحلة اللي بعدها، في مثلا على مصر للطيران نفس اليوم، تتحرك الساعة 2:15 صباحا وهتوصل هناك 5:10 صباحا. وبناء على طلب العميل طبعا، هو كان طلب مصر للطيران على اساس ان هو هيوصل هناك بتوقيت السعودية تقريبا الساعة 6:10، فهو عايز يوصل بس يكون في حد يقدر يستقبله، فاحنا هنحجز له رحلة مصر للطيران. نبدأ نعمل حجز الآن. هنا بيقول لك تفاصيل الرحلة، هون معلومات مهمة حول الرحلة لو انت عايز تشوفها، اظهار المزيد من التفاصيل. اهو رقم الرحلة كذا والمغادرة الساعة كام، بدون توقف طبعا يعني مش ترانزيت. المغادرة من القاهرة صالة 2. نبدأ ننزل تحت عشان نملى البيانات بتاعة المسافر. الأول بنحدد له هو ذكر أو أنثى عن طريق اللقب بتاعه، بنختار السيد. بعد كده الاسم الأول، نبدأ نكتب له الاسم الأول بتاعنا، ويفضل حروف تبقى كلها كابيتال. الاسم الأوسط بنبدأ نديله برضو نفس الكلام، والاسم الأخير برضو. ده كله احنا بنملاه بناء على البيانات الموجودة عندنا في جواز السفر، يعني البيانات دي كلها بننقلها من جواز السفر. أهم حاجة نتأكد كويس جدا من السبيلنج بتاعة الاسم زي ما هي مكتوبة في جواز السفر بالظبط، لأن في المطار بيراجع البيانات بتاعة التذكرة مع جواز السفر لما بياخده من ايد المسافر عشان يراجع، فلو في حرف واحد بس غلط ممكن تحصل مشكلة في الرحلة وتتكنسل. فاحنا بنكتب البيانات بتاعتنا وبنراجع حرف حرف من اول وجديد. خلاص بعد ما اتأكدنا من السبيلنج بتاعة الاسم، نبدأ نديله تاريخ الميلاد زي ما هو مكتوب في جواز السفر برضو بالظبط. بعد كده بنحط الايميل بتاعنا، ده اللي هيجيلنا عليه طبعا التذكرة بتاعتنا او التيكت. بعد كده بحط رقم تليفوني برضو عادي خالص من غير الصفر، لان هنا مكتوب الصفر، يعني بنراعي النقطة دي عشان في ناس ما بتاخدش بالها من الموضوع دون وبيكتبوا رقم التليفون 012 او 010 او 011 على طول. هو كده كده كاتب لك الصفر، فانت هتكتب 12 على طول او 11 على طول. بعد كده ننزل بقى على معلومات جواز السفر، نبدأ نحط له رقم جواز السفر اللي موجود طبعا معانا في جواز السفر. الجنسية بنكتب له مصري، دولة الإصدار أوتوماتيك بقت مصر. تاريخ الانتهاء ده كله بيبقى موجود معانا في جواز السفر برضو. خلاص كده احنا يعتبر ملينا بيانات المسافر كلها. مراجعة سريعة علشان نتأكد ان احنا مغلطناش في حاجة، وبعد كده نخش على الصفحة اللي بعد منها اللي هي صفحة الدفع. الانتقال لصفحة الدفع، هلاقي عندي هنا بقى حدد طريقة الدفع بتاعتنا. في عندنا طرق دفع كتير على فلاي ان، منها الفيزا طبعا، بتختار نوع الفيزا بتاعتك لو انت معاك الفيزا. معكش الفيزا زي ما احنا بنشرح هنا، في عندك نظام اقساط مش عايزين نخش في تفاصيلها، هعملها في شرح تاني. وعندنا هنا الدفع عن طريق خدمة فوري، دي اللي احنا بنشرح الفيديو عليها. هنبدأ نختار الدفع عن طريق خدمة فوري. هلاقيه بيقول لي التعليمات اهي، بيقول لي يرجى اتباع هذه الخطوات لإتمام حجزك. انقر على زر الدفع للحصول على قسيمة فوري. اطبع نسخة من القسيمة. اكمل حجزك من خلال دفع المبلغ في احدى متاجر فوري. بس انا كده خلاص اخترت فوري. كل اللي انا بعمله بنزل هنا تحت، بقول له ادفع المبلغ ده بالجنيه المصري اهو بيبقى ظاهر معاك. بعمل له ادفع، جاري التنفيذ.
خلاص كده هو بيقول لي شكرا لك فلان الفلاني اللي هو صاحب الحجز، رقم الطلب لخدمة فوري ظاهر معايا هو ده رقم الطلب. بعد كده بيقول لي قم بطباعة القسيمة المرسلة إليك إلى البريد الإلكتروني، أو قم بحفظ رقم الطلب الموجود أعلاه وتوجه إلى أقرب نقطة بيع فوري لدفع المبلغ قبل تاريخ انتهاء الصلاحية اللي هو يوم 7 أكتوبر الساعة 10 وتلات دقايق. يعني هو مديلك صلاحية لحد ما تدفع. يعني هي الدفع مش هيفضل متاح معاك طبعا طول الوقت، بس انت الصلاحية بتاعتك لحد 7 أكتوبر الساعة 10 و3 دقايق. هبدأ ان انا اسيف الارقام بتاعتي بتاعت فوري عشان اخدها اروح ادفع عن طريق فوري. ويبقى كده خلاص انتهينا من الشرح بتاعنا يا جماعة. حجزنا الرحلة بتاعتنا وما دفعناش اي جنيه عن طريق الفيزا، ومعانا تقريبا صلاحية دفع 10 ساعات. خلال الفترة دي بننزل نتوجه لأقرب مركز فوري، وبنقول له عايزين ندفع فاتورة مصر للطيران. هو بيخش هو عن طريق الجهاز بتاعه بيبقى فاهم، وبيخش بتديله رقم طلب الخدمة بتاع فوري اللي هو ظاهر معانا فوق في السطر اللي فوق اللي هو دون. وبيظهر كل البيانات عنده في مكنة فوري، بيقولك ان التذكرة تمنها كذا، بتقوله تمام بتأكد معاه. بعد كده هو بيدفع وبتديله الفلوس. في نفس اللحظة بتجيلك رسالة على الايميل اللي احنا سجلناه واحنا بنعمل البيانات المسافر. تجيلك الايميل على الرسالة على الايميل بتاعك تقولك خلاص تم الحجز وبأكد معاك، ويبقى انت كده خلاص خلصت حجز. يا رب نكون استفدنا النهاردة ويكون الشرح بتاعنا سهل وبسيط، ونكون افدنا فئة كبيرة من الناس اللي بتسافر وبتحجز طيران. نوفر عليهم وقت ونوفر عليهم فلوس ونوفر عليهم وقفة المكاتب وكل الكلام دون. اتمنى لو الموضوع مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تدعموني وتعملوا لايك وشير للقناة عشان تدعمونا احنا نكمل، وبإذن الله كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله.